لو انا بتكلم امريكان اكسنت هل هيبقى سهل عليا بعد كده لو انا حبيت اغير واتكلم بريتش اكسنت؟ بص، هو الطبيعي ان لو انت بتتكلم اكسنت كويس جدا ان انت ما تحاولش تغيرها. يعني لو انت بتتكلم امريكان اكسنت كويس جدا فانت ما تحاولش ان انت تبوظ الامريكان اكسنت وتروح للبريتش اكسنت. طبعا انت ممكن تتكلم بالتو اكسنتس، ولكن يعني الموضوع هيبقى بالنسبه لك معقد شويه وهتتلخبط كتير وهيبقى الموضوع صعب. ممكن طبعا تميكس ما بين الامريكان اكسنت والبريتش اكسنت زي مثلا في الاستراليان اكسنت. انما بالنسبه ان انت تبوظ الامريكان اكسنت بتاعتك لو هي كانت قويه جدا وتروح للبريتش اكسنت، فدي حاجه انا ما انصحكش بيها تماما. بعض الناس برضو بتشوف ان الامريكان اكسنت اسهل كتير من البريتش اكسنت، وانا مش واحد من الناس دول بصراحه. انما بقى لو انت خلاص قررت تماما ان انت تنهي الامريكان اكسنت بتاعتك وتروح للبريتش اكسنت، يبقى انت لازم تدي لنفسك وقت كبير جدا ان انت هتفضل تسمع بقى حاجات بريتش وتتكلم مع ناس بريتش وتحاول تنسى الامريكان، وده هياخد معاك وقت. بعد كده هتقدر تتكلم بريتش اكسنت عادي جدا.